اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهل، فيسر لهم الصعب. اللهم ارزقهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم ألهمهم الصواب في الجواب وجنبهم الخطأ والزلل. اللهم ارزقهم الحكمة والرفعة والعلم النافع والعمل الصالح، وزين أخلاقهم بالحلم والدين. اللهم آمين يا رب العالمين. ربي وفق وليداتنا إن شاء الله وولاد كل المسلمين. ما ننساوش اخواننا اللي راهم ينقيو في المقابر، نقول لهم ربي يجازيكم كل خير ان شاء الله، وربي يعطيكم ما تتمناو، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر، في كل اللي كان في قلبه حقد وغل على انسان وضره، سواء بالمرض سواء بالموت سواء بالسحر. هذا نقول لهم ان شاء الله يا رب الكيد تاعكم يرجع ليكم ان شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. اذا حبيباتي ما نسيت بابا بالدعاء، ربي يرحمه ان شاء الله ويغفر له ويعفو عليه ان شاء الله. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اذا حبيباتي وصفتنا النهار اليوم وصفه يعني كل الشعب الجزائري يعرف يطيبها، لكن انا حبيت نبارطاجي معاكم العدس على طريقتي بالمرقاز. ان شاء الله وصفتي انا هذه تنال اعجابكم. اذا حبيباتي لهنا كما لاحظتوا راني نقيت شويه سناريه شويه بطاطا، هذه اختياريه، حابين ديروها ديروا، مش حابين ديروا ما ديروش. اذا العدس تاعي البنات نقيته مليح، نحيت له الحجر، نحيت له القمح اللي يكون فيه، شللته 2 تشليلات ولا 3 تشليلات، رحت سخنت له الماء يغلي، ومن بعد خليته 1 ساعه حتى يبرد فيه الماء هكاكا، ومبه وليت نطيب. اذا حبيباتي لهنا جبت بصله متوسطه، جبت 3 سنات تاع الثوم، جبت 2 طماطم رابي. العدس ما نحبش نطيبه بالطماطم المصبره، اذا درت له غير الطماطم تاع الكعب برك. ودرت التوابل البنات، التوابل يعني اختياريه، عندي ملح كركم فلفل حار فلفل عكري احمر، شويه تاع كمون يعني هادم، وشويه تاع كزبر مرحي. هادم التوابل يعني اللي موافين طيبوا بهم طيبوا بهم البنات. لهنا جبت كميه تاع المرقاس فقط، يعني كميه قليله باه تسيب طعمتها. قبل ما نطيبها مع العدس نروح نقلها في شويه تاع زيت كما راكم تلاحظوا البنات. نحبه نحيلو الزيت تاعو الزايد فقط باه ما تجينيش العدس تاعي ميدم. اذا البنات لهنا كما راكم تلاحظوا خليت البرمه تاعي تتقلى مليح، يعني البصل هذاك يتكرمل معايا، ومام طون المرقاز راهو قاعد يسيف الزيت تاعو كما راكم تلاحظوا، ويدخل فيه شويه طياب. لهنا البنات بعد ما صفيت العدس تاعي شيحته مليح من الماء هذاك اللي كان فيه، وحطيته مع كامل مع باقي المكونات يعني اللي حطيتهم في البرمه كما راكم تلاحظوا البنات. نهزوا المرقاس تاعنا ونفصلوا كل كعبه على وحدها ونحطوها مع العدس هذاك، نخليوها شويه يهز البنه تاع البصل والتوابل تاعي، ومن بعد نسخنوا الماء، سخنوه مليح البنات، ما تكتروش من الماء بما تجيكم البرمه تاعكم بنينه، يعني حبر ما تغطيو العدس تاعكم وحبر ما تغطيو هذيك الواحد يعني المرقاز برك. ومن بعد البنات قفلت عليهم الكوكوط، شوفوا كيف جاني زبده العدس، جاني زبده البنات، البطاطا طابت يعني سوا السندريه كيف واحد ربع ساعه فقط، يعني قفلت عليه لا كوكوط وحليت كما راكم تلاحظوا كيفاه جاني العدس بنين يهبل، يعني البنه ما نحكي لكمش شكون كي تجربوه انتم اللي يقولوا لي في لي كومونتير. جاني الله يبارك خاطر عاقد، جاني بنين. اش نقول لكم الحلاوه تاع هذيك السناريه تسيبت في الواحد، وطعمه المرقاز جاني هايل 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 البنات. ولهنا زينت بشويه تاع كزبر فقط، يعني تحبوا تحطوا الكزبر في البرمه تاعكم حطوا، تحبوا ما تحطوش ما تحطوش. اخواتي في الله اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسونيش من لايك وتعليق. اذا حبيباتي كانت وصفتنا نهار اليوم هذه هي عدس، يعني شكون اللي ما يعرفش يطيب العدس، لكن حبيت نبارطاجيه بطريقتي الخاصه. ان شاء الله ينال اعجابكم. ما بقى لي الا نقول لكم مشاهده ممتعه، وفي امان الله وحفظه، مع الف سلامه.